ها؟ فرق كبير ما بين النهارده ويوم المؤتمر الصحفي، مش كده؟ فرق كبير قوي، كبير قوي يا جنرال. اه. ومن غير مسدسات. نيولوك. نيو. انتوا مش بتستعملوا برضو التعبير ده ببلدكم؟ بالظبط جنابك. اتفضل مستر فرانك، اتفضل. اتفضل. انا اسف على اللي حصل يوم المؤتمر الصحفي. هو سوء فهم غبي ما كانش مقصود. انا قريت البيان اللي اصدره القصر الجمهوري بخصوص الموضوع ده. اصل انا خسيت، وكان البنطلون واسع عليا وكان. انت عارف الباقي بقى. المستر ادم سميث بلغني ان سعادتك مستعد تعمل معايا تحقيق صحفي صريح ومطول. اه طبعا طبعا فرانك. انا بقول بقى فرانك كده بدون القاب، احنا خلاص بقينا اصحاب. ده شرف ليا سعادتك. اسمح لي نبدأ. كربستان بالنسبة لي محتاجة مني شغل كتير قوي قوي. كربستان ليها في دماغي حلم جميل ملون. نفسي تبقى قطعة من أمريكا، قطعة من أوروبا. هو ده كل حلمي. المهم الناس تشاركك الحلم ده يا جنرال. الناس دول هدفي الأول والتاني والأخير. الناس دول ناسي، أهلي. أنا منهم وهم مني. أقول لك على سر خطير محدش يعرفه. اتفضل. أنا أمي ماتت بالمرض اللعين، وأنا كنت واقف عاجز قدامها، مش عارف أعمل أي حاجة. تصور يا فرانك، أنا ما كانش معايا فلوس ولا مليم عشان أوديها مستشفى وتتعالج. الكلام ده كان من 20 سنة، تحديدا فبراير 1985. وأنت عرفت منين؟ انترنت، كل حاجة موجودة على الانترنت سعادتك. هو الإنترنت كمان جاب معايا أمي؟ وطلق والدك منها لما عرف بمرضها، وجوازه من واحدة تانية. بس الحقيقة كانت متعبة قوي وطردتك من البيت، عشان كده سيادتك اتطوعت في الجيش عشان تبعد. ده هايل، مدهش. ومكتوب إيه تاني يا فرانك؟ قول. مكتوب حاجات كتيرة قوي يا جنرال، حاجات كتير من أيام الثورة الأولانية والثورات المتعاقبة والانقلابات لحد ما سيادتك وصلت لكرسي الحكم. كل حاجة يا جنرال، كل حاجة. على فكرة سيادتك ممكن تكلف أي حد عندك في القصر يدخل على الإنترنت ويطلع لك كل المعلومات اللي أنت عايزها. لا خليهم زي ما هم كده على عماهم. ممكن تخدمني انت في الموضوع ده؟ تحت أمرك. تسمح لي نكمل؟ احنا كنا وصلنا لغايه فين؟ كنا بنتكلم عن كربستان وحلمك بالنسبة ليها. ايوه. كربستان كانت عايشه في نظام قبائلي متخلف، وكان لازم تقوم الثوره عشان تخرج البلد من ظلمات القرون الوسطى وتطلع للنور والتقدم والتحضر. هو ده نفس الكلام اللي بتقوله المعارضة النهاردة؟ لا، معارضة ايه؟ مفيش حاجة اسمها معارضة. اللي انت بتتكلم عليهم دول شوية عيال ارهابيين قاعدين في الجبل الغربي. لكن زي ما انت عارف دلوقتي الارهاب موجود في العالم كله، مش عندنا احنا بس. يعني سيادتك متصور انهم مش هيكون ليهم اي تأثير على الاتفاقية اللي ما بينكم وبين الاي دبليو سي؟ اطلاقا بتاتا، ولا هيقدروا. شعب كربستان نفسه رافضهم، رافض منطقهم. شعب كربستان معايا انا وبس. بس على حسب معلوماتي ان تنظيم ابو خالد ده تنظيم قوي قوي،
وله تاريخ طويل في الكفاح الوطني. ده تنظيم قديم، وبعدين ابو خالد دلوقتي كبر خلاص، بقى راجل عجوز. بس سعادتك كنت عضو فيه في يوم من الايام يا جنرال. الكلام ده كان من 20 سنة. انا انضميت للتنظيم، وكان ابو خالد بالنسبة لنا راجل وطني، وكنا بننادي بالثورة، وهي الثورة قامت وخلاص. بس ابو خالد والتنظيم لسه موجودين. احنا اللي سايبينه وقاعد في المقاطعة بتاعته في الجبل الغربي وعامل فيها زعيم، سايبينه اكراما لدوره الوطني القديم. لكن عايز اؤكد لك على حاجة، لا ابو خالد ولا اي تنظيم ليه تأثير على اي قرار سياسي في دولة كربستان. وباقي المنظمات؟ قلت لك دول شوية عيال ارهابيين ما يعرفوش غير لغة الدم والعنف، واحنا سايبينهم يخلصوا على بعض عشان نخلص منهم. يعني سيادتك مش قلقان منهم خالص؟ بتاتا اطلاقا. انت ما تعرفش ان انا ممكن الم العيال دي واحطهم في السجن، اعدمهم واخلص منهم خالص، لكن انا مش عايز. تعرف ليه؟ لان احنا بلد ديمقراطي، والديمقراطية هي اساس الحكم في كربستان العظمى اللي انا بحكمها. طب بالنسبه لا خلاص كفايه كده النهارده، انا صدري طابق عليا. لو عوزت اي معلومات او احاديث صحفيه اتصل بالميجور عاطف، ده المستشار بتاعي، او بعزيز كبير اليوران. مع الف سلامه، شرفت. خلينا نشوفك. اشكر وقتك الثمين.